ورطة كبيرة بتقع فيها عصابة فالكوني بعد ما نص البلد ما غرقت، وبعد ما بضايعهم ضاعت في المخازن اللي تحت الأرض. فيكون في أمر واضح لأوزوالد كاب الدراع اليمين للعصابة بنقل اللي اتبقى من البضاعة في بلد تانية. أوزوالد كاب اللي في لحظة نرفزة بيقتل الوريث الشرعي للعصابة بعد ما تلقى إهانة كبيرة من الأخير. فالصدفة هنا تلعب دور كبير في حياته، أما بيلاقي فرصة كبيرة جدا ما تتعوضش في تنفيذ المخطط اللي فضل عايش عليه طول حياته، والحلم اللي وعد بيه أمه المريضة في إنه يكون ملك جوثام الجديد، الملك اللي هيستولى على عرش تجارة المخدرات في المدينة لما يبتدي يستخدم ذكائه في التخلص من العيلة دي، خصوصا لما بتطلع بنت فالكوني الكبيرة الملقبة بالجلادة من المصحة بعد ما يقرب عقدة من الزمن، وبعد ما يتفق مع ماروني كبير منافسهم الرئيسي إنه يسرق البضاعة ويرجعه للملاعب من أول وجديد. فمفيش أجمل من دي فرصة إن بطلنا يوقع الاتنين في بعض لما يلعب على الوينجين ويستناهم أما يخلصوا على بعض، لكن الدنيا ما بتمشيش زي ما هو عايز، أو بمعنى صح خطته تتغير بمرور الأحداث نفسها. وفي وسط العركة الكبيرة اللي بتحصل بيلاقي في الطريق شاب بسيط بيكون دراعه اليمين اللي بيساعده أما الدنيا تتأزم، فيكشف لنا بمرور الوقت جوانب إنسانية في حياة أوزوالد نفسه. ومع وجود والدته المريضة اللي هي كل شيء في حياته بنعرف الجانب المظلم اللي في حياته وتاريخه الأسود اللي وصله إنه بعد كده يكون زعيم العصابة الأول في البلد. مع وجود أبطال خارقين، اللي بيطير واللي بيمشي تحت المية واللي أسرع من البرق واللي جاية من زمن تاني، بنلاقي إن باتمان هو بطل دي سي المفضل عند ناس كتير، بطل حتى على سوبرمان أقوى إنسان على كوكب الأرض. فالأخير بنشوف إن هو نفسه معندوش تحديات كبيرة، اللهم إلا واحد عبقري في الإجرام كل همه إنه يلاقي نقطة ضعف فيه ويستغلها. لكن لما نيجي لباتمان هنلاقي إن الوضع مختلف تماما، فإذا كان الراجل عنده إمكانيات كبيرة يقدر بيها مواجهة الأشرار، فالمواجهة بتكون دايما متكافئة جدا. هو عايش في مستنقع فساد، والأشرار اللي بيواجههم ما هماش بالضعف اللي بنشوفه في الأفلام التانية. فإذا كان في زعيم عصابة، ففي إرهابي مجنون بينشر الفوضى في البلد، وفي مدعي عام بيطبق العدالة على كيفه، وفي واحد عايز يسيطر على عقول الناس. فوق ده كله في فساد شرطة بيحمي كل ده، وكل واحد من الأشرار دول عنده غرض وعنده هدف وعنده ماضي مؤلم بيوصله لأنه يكون مجرم. هنا بتبرز عبقرية بوب كين وبيل فينجر في خلق عالم يبدو خيالي من على الوش ولكنه واقعي جدا في الباطن. مفيش عندك شرير جاي من الفضاء أو بيمشي تحت المية، لا دول ناس عادية جدا ماشية في وسطينا. وهنا بتكون عندنا فرصة إننا نتكلم عن كل واحد فيهم على حدة ونخلق لكل واحد عالمه الخاص. ومع الموجة اللي بنشوفها اليومين دول في هوليوود وشركات الإنتاج بتكون في فرصة إننا نعمل أفلام ومسلسلات عن الفيلن المشهورين وكمان تحقق نجاح. وإذا كنا عملنا للجوكر فيلم، فما فيش مانع إننا نعمل للبطريق مسلسل، نعمل له مسلسل خصوصا أما الفيلم اللي ظهر فيه يحقق نجاح كبير جدا ما كانش متوقع الحقيقة. ومع نجاح ممثل كبير زي كولين فارل في تقديمها، فمفيش مشكلة إننا نعمله سلسلة صغيرة تتعرض على المنصات زي مسلسل جوثام، وبالسلسلة دي نقدر نبني عليها الجزء التاني من فيلم باتمان نسخة مات ريفز. ولما تتعرض أولى حلقاته من قيمة شهرين تحقق أعلى تقييم حصل في المواقع النقدية، ومع مرور كل حلقة من التمانية التقييم ما ينزلش من على رقم 9، وبكده بنكون قدام أفضل مسلسل في السنة على الأقل لحد ما المسلسل الكوري يتعرض في الكريسماس. وإذا كان كولين فارل قدم المتوقع منه في المسلسل، فالممثلة كريستين ميليوتي قدمت المفاجأة الكبرى وكانت من النقاط الكبيرة اللي في صالح المسلسل، فتستحق إنها تشاركه على الأفيش وإنه يضمن لها الترشيح المناسب في الجولدن جلوب. ومع تألق كل اللي موجودين بنشوف ان الممثلة المخضرمة ديردري أوكونيل قدمت الشيء الصعب اللي بنشوفه عند اي ممثل محترف وصل للسن ده، شخصية مركبة مليئة بالعقد النفسية، فهي انعكاس لماضي أوزوالد المظلم. وفي وسط ده كله لازم تكون في إشادة مهمة بالكاتبة لورين فرانك في تقديم تحفة تلفزيونية نادر قوي إنه يكون لها التقييم العالي في كل حلقة، لكن الأهم من التقييم هي الأحداث اللي جذبت الجمهور من أول دقيقة وتشد لشخصية أبهرت الجميع بدهاء وذكاء، من غير ما ننسى هي في أنهي ناحية من القصة اللي هتنزل بعد سنتين إن شاء الله. آسف على الإطالة.